ازيكم يا حلوين؟ يلا بينا ب3 مكونات بس هنعمل اسهل واطعم ايس كريم شوكولاته. المكون الاساسي معايا حبايبي وبطل الوصفه بتاعتنا النهارده الموز. معايا حوالي كيلو من الموز، قطعته بالشكل ده مكعبات، عصرت عليه نص ليمونه عشان ما يحتفظ بلونه كده وما يسودش. هبدا كده اضيفه في كيس تلاجة عادي خالص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هفرغ منه الهواء وعلى الفريزر يتجمد معايا، عايزه تفريزه يكون كامل بالشكل ده يا حبايبي. وبعد ما الموز معايا اتفرز بالشكل ده، بصوا ما شاء الله حجر ازاي، ده المطلوب. هبدأ اضيف الموز بتاعي في الكبة، هضربه ضرب بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليه بنص كوباية من اللبن، معلقتين من الكاكاو الخام. يبقى ال3 مكونات بتوعي موز، لبن، كاكاو. بقى كريمي معايا بالشكل ده، وده كان اسرع واسهل ايس كريم بدون كريمة بدون حليب مكثف محلى. تقدري تعمليه لاولادك بكل سهولة، مغذي وصحي وغني وطعمه جميل جدا جدا وكريمي جدا. وده قبل ما احطه في الفريزر كمان ما شاء الله زي الفل، يرطب على قلوبنا والف هنا وعافية.